السلام عليكم ورحمة الله. هذا نداء استغاثة من القرى اللي تابعين لعين فربة، اللي هو الزعاق وبار قيوة والمدينة. هذه القرى جاهم السلم المالي وحاصرهم. الحمد لله ما في أضرار بشرية، ولكن أضرار مادية موجودة، بحاجة للمساعدة، بحاجة بأنهم يرحلوا، يبنوا لهم أخيام، ويعطوا لهم المواد الغذائية، ويعطوا لهم المصالح للشرب، وقدر من الأمور بحاجة له. نعرف قاع أن السلطات الأخيرة الماضية قاموا بدور جبار ينتكبت قرية أخرى، وجاوا السلطات المحلية ورفدوا الجرحى وشاوا بهم ودواهم على حساب الدولة، وجابوا المساعدات الكثيرة جزاهم الله بالإحسان. ولكن ملي مطالبين بعد أن ذل وعدل العام الماضي أنه ملي وعدل مثله هذا العام، لأن الناس متضرة من هذا السيل اللي جاي من مالي. هذا يتكلم راجل من أهل المدينة قال محمد المهدي والسيدي والصنيب، ونتكلم باسم المدينة تبعد 7 كيلوات من عين فربة، متضرة وشايها الموفد هاي مشيلة الثالث، وطالب من الدولة أنها تساعدنا وتعيننا على مكافحة هذا الصفة اللي تساعدنا بها. هي قاعدة وتدي أخبار فيها. هذا يتكلم سيدي محمد والصنيبة في مدينة بلدية فربة، ومهدد ان هذا الملي هو راهو في يديكم اخباره كامله، واحنا لحقنا رحنا في المسيره وتوف اضعاف، واللي عندنا من القوه فتنا درناها من حسيان ومن حالات، والارض اللي تاول بنيانات والمسدوات جاهدنا فتنا كسدناها بالطريقه اللي هي، وعاد مهددنا المولى عندنا حول ولا قوه، وتوف والماء هو لا يحول بيننا قاع مع موريتاني. احنا نص موريتاني هو ما فارش ارقاك، ما بعد 60 كيلو الحدود منا، وفات اللي عدل لنا فتنا عندنا مات يجينا شي قاع يكون عاد من طريق مالي، والله على راسه رقاش، وبارك هو جا مهددنا وطالبين من الدوله انها تتدخل لنا وتعيننا. احنا وسكان المدينه طالبين الدوله تساعدنا، قد تضررنا ياسر من التضرر، وعاجزين عن قاع نرحلوا من البليده اللي ذا ونقيش في بليده اخرى تقد باطلين في هذه فتره الملي ذا، وبالتالي طالبين من السلطات ومناشدين ان تجي تساعدنا.